اصعب ظهير لعبت امامه في مشوارك؟ يعني اللي تعب مصطفى، هاني، توفيق، عمر كمال. لحد دلوقتي ما قابلتش حد تعبني بصراحه. لحد دلوقتي؟ لا لا لا، ما قابلتش حد تعبك؟ لا ما حدش، يعني هو ما حدش تفوق عليك يعني؟ لا مش شايف حد بصراحه. مش شايف حد؟ لا. طب تعمل حساب لمين؟ واحد من الثلاثه دول. ما بعملش حساب لحد طبعا. ما تعملش حساب لا لحد. خالص طبعا. ازاي يا جدع؟ الله العظيم اللي مش عارف ازاي. مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك قال لك محمد هاني واكرم توفيق وعمر كمال بالنسبه لي مش شايف حد منهم يتفوق عليا ولا بعمل حساب لحد فيهم، وما طلعش حد اتكلم عليه ولا اتغرم ولا حد علق اصلا على كلامه. عارفين ليه؟ لان ده بيلعب لنادي الزمالك مش للاهلي. لاعبي الاهلي الكلام محسوب عليهم، كل حرف بيخرج منهم بيتسألوا عليه من النادي قبل اي حد تاني. وقفش قال كلمتين بحسن نيه ولا كان يقصد بيهم اي حاجه ولا اي حد، اتهاجم من كل الدنيا بسبب تصريح انا متاكد انه ما يقصدش بيه حاجه ولا اساءه لاي حد. هات لي بقى تاريخ مصطفى شلبي اللي عمال بيتكلم ده من يوم انضمامه لنادي الزمالك، وهات لي تاريخ محمد مجدي قفشه، هتلاقي فرق سنين ضوئيه، وعلشان كده قفشه بيتهاجم. اما مصطفى شلبي لا ما يتهاجمش لانه بيلعب لنادي الزمالك. انما ما دام النادي الاهلي ناجح لازم نحاربه بكل الوسائل. هنقارن بطولات قاريه بس بين قفشه ومصطفى شلبي. مصطفى شلبي واحده كونفدراليه مع نادي الزمالك بالنسبه له، اما قفشه معاه 4 دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي. ولو قارنت عمر كمال بمصطفى شلبي برضه عمر كمال هيتفوق في البطولات رغم انه لسه بيقول يا هادي مع النادي الاهلي. مصطفى شلبي قال كان عندي عرضين من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك واخترت الزمالك رغم انه كان العرض الاقل. ايمن الشريعي رئيس نادي انبي قال لي بقى المفاوضات بيننا وبين الاهلي وقفت، ومصطفى شلبي عرض يدفع من فلوسه علشان يروح الاهلي، ودخل الزمالك بعدها في المفاوضات. عرض الاهلي كان 14 مليون والزمالك كان 23 مليون. فبعد ما المفاوضات حتى الولد عرض انه يدفع من فلوسه علشان يروح مصطفى شلبي. والمفاوضات مع كان الوكيل وتامر النحاس كان قاعد حاول كل المحاولات يعني، والمفاوضات وقفت. دخل الزمالك وكلمنا والولد وافق وراح. يعني الموضوع مش عارف، كان الناس كانت مستغربه جدا ساعه لما قلت كان مصطفى شلبي رغبته الاهلي. يلا يا راجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابن. وقال لك شيكابالا افضل من محمد صلاح لانه ممتع وبيبهرك بمهاراته. شيكا كملش. طب ما تستنى. شيكا بحب شيكا، بحب لعبه مستعجل بس بحب لعبه قوي. شيكا اللي يخطفك بصراحه، يخطفك. صلاح طبعا نجم كبير يعني بس شيكا تحب تتفرج عليه. وانه بيتمنى الاعتزال في نادي الزمالك.